انا جيت. في 2003 هوليوود هتنزل لنا فيلم جديد بعنوان جوني انجلش. بطل الفيلم هو جوني، بطل كده تحسه من بعيد ان هو هيبه كده وكاريزما في نفسه، بس اول لما بيبدا المهمه بنعرف ان هو عيل عبيط واخد مقلب في نفسه. جوني بقى هو التجسيد الحرفي للمنتخب الانجليزي، عايش دور مش دوره وعاطي لنفسه حجم اكبر من حجمه. انجلترا دايما في اي بطوله بتكون من المرشحين الاوائل سواء يورو او كاس عالم، مع ذلك عمرنا ما شفناهم بيرفعوا كاس، وفي اغلب الوقت اساسا بيخرجوا بفضايح. بس اللي استفزك اكتر بقى هو الجمهور الانجليزي، هو اغنيه اتس كامينج هوم. الأغنية بتقول إن كأس العالم هيرجع لبلده تاني اللي هي إنجلترا، وعايشين في الدور ومصدقين إن هم هيجيبوا كأس العالم. بص يا صديقي، وبما يرضي الله لو إحنا هنسمع الأغنية دي من الجمهور البرازيلي فهي مقبولة، الناس عندهم 5 كأس عالم وتاريخهم يتكلم عنهم، إنما إن الجمهور الإنجليزي هو اللي يغنيها فدي حاجة مش مقبولة. إحنا لو فوقنا من الوهم وبصينا بعين فاهمة كورة هنعرف إن إنجلترا في تاريخها كله مفيش غير كأس عالم سنة 66، ومن يومها مفيش ريحة لبطولة تانية. ولو أنت لسه مش مقتنع إن المنتخب ده على الله فالعبد لله هيقنعك في الحلقة دي. إحنا دايما لما بنسمع مصطلح الجيل الذهبي لأي منتخب بيجي على طول في بالنا جيل قوي بيدوس على وش الكل ويحتكر البطولات. مثلا عندك فرنسا جيل زيدان وهنري اللي جابوا كاس عالم ويورو ورا بعض، او اسبانيا جيل تشافي وانيستا اللي سيطروا على الكوكب من 2008 ل 2012 وما سابوش بطوله لغيرهم، او مثلا عندك البرازيل 2002 اللي اخدوا كاس عالم. انما في انجلترا هتلاقي الموضوع كوميدي شويه. الجيل الذهبي او اللي هم سموه ذهبي بدا تقريبا سنه 2001 مع المدرب اريكسن، وكان معاه اسماء مرعبه. احنا بنتكلم عن بيكهام، جيرارد، لامبارد، سكولز، روني، ريو فرديناند وجون تيري. تشكيله انت لو لعبتها في البلاي ستيشن فانت هتكسب 10 مستريح. بس الحقيقه ان الجيل ده كان عباره عن اسماء وبس، لاننا لما هنيجي على ارض الواقع عشان نشوف ايه انجازاتهم هنلاقي ان اول بطوله شاركوا فيها كانت في مونديال 2002 وخرجوا قدام البرازيل، وفي الماتش ده رونالدينيو هيلبسهم جون عالمي من نص الملعب. والجون ده كان جاي قبل سيطرة كاملة بالطول والعرض من البرازيل، والوضع ما اختلفش سواء قبل الجون أو بعده، البرازيل كانت هي اللي مسيطرة. بس الحق يتقال احنا لازم ندوم عذر، لأن وقتها خرجوا من البرازيل وكلنا عارفين إن البرازيل سنة 2002 هي اللي هتتوج باللقب، وبأمانة البرازيل في 2002 محدش يقدر يسد قدامها، فهندوم عذر في المونديال ده. فيلا يا عم سيبك من كأس العالم وتعالى لليورو 2004 والمونديال 2006، والسيناريو بيكون هو في البطولتين هيوصلوا ربع نهائي هيقعوا قدام البرتغال والبرتغال هتطلعهم بره. Here comes Ronaldo trying to win it. He does! Portugal moves on to the semi-finals. انما بقى قمه الكوميديا فكانت في 2008 لما اساسا مش هيقدروا يتاهلوا لليورو لانهم هيكونوا وصيف لكرواتيا. انت متخيل الجيل اللي احنا بنسميه ذهبي او اللي هم بيسموه ذهبي ما كانش قادر يتاهل اساسا لليورو، وعلى حساب مين؟ على حساب كرواتيا. وانا هنا كلامي مش على كرواتيا اللي بتوصل نهائي كاس عالم، لا انا هنا كلام على كرواتيا اللي دايما كانت بتطلع حصلت المجموعه. جيل انجلترا ما قدرش يتاهل على حسابه، وده اللي يبين لك ان هم ابطال من ورق. ونوصل بقى للمحطه الاخيره للجيل الذهبي واللي المفروض هتكون اخر فرصه ليهم عشان يثبتوا نفسهم، كانت في مونديال البرازيل 2014. وقتها البرازيل وقعت في مجموعه صعب ان احنا نقول عليها مجموعه موت او مجموعه سهله، لان مجموعتهم كانت بتضم ايطاليا والاوروجواي وكوستاريكا. فيلا بينا نشوف الجيل الذهبي عمل ايه. وماتشها الاول بيكون ضد ايطاليا، والماتش كان رايح جاي بين الطرفين لحد ما ايطاليا بتقدر تحسمه بنتيجه 2-1. قلنا ماشي لسه في امل، احنا لسه في الجوله الاولى. فدخلنا الجوله الثانيه قدام الاوروجواي والنتيجه هي خساره بنتيجه 2-1، والهدفين كانوا من لويس سواريز اللي كان عامل عليهم حفله في الجوله دي. اما الجوله الثالثه فكان لازم يختموها بلقطه كوميديه، تعادل سلبي ملوش اي طعم قدام كوستاريكا. كوستاريكا يا راجل. والنتيجه النهائيه للكلام ده كله كانت ايه؟ انجلترا خرجت حصلت المجموعه ونقطه واحده يتيمه من 3 ماتشات، وفي المركز الاخير تحت كوستاريكا والاوروجواي، وخرجوا من الباب الضيق من قبل ما البطوله تبتدي اصلا. دي ما كانتش مجرد مشاركه ضعيفه، دي كانت اعلان رسمي ان كل اللي فات كان هري في هري، وان الاسود اللي بيتكلمون عنها ما بتظهرش غير في الصور والمنشتات، انما في ارضيه الملعب ابيض يا ورد. بس احنا عشان نكون منصفين ونكون بنقول اللي لينا واللي علينا فاحنا لازم نعترف بحاجه، مش كل اللي فات كان عباره عن فشل فني وبس. منتخب انجلترا هو اكتر منتخب في التاريخ خسر بطولات او طلع من بطولات بضربات الجزاء. احنا نقدر نقول ان ضربات الجزاء هي العقده الرسميه لمنتخب انجلترا. يعني مثلا في يورو 96 بيخرجوا من نص النهائي بضربات الجزاء قدام المانيا، وفي مونديال 98 بيخرجوا من دور ال 16 بضربات الجزاء قدام الارجنتين. ويورو 2004 ومونديال 2006 فبيخرجوا برضه بضربات الجزاء قدام البرتغال. وزي ما عرضنا فشلهم وكوارثهم في البطولات اللي فاتت، فانا يا عم هكلمك عن اكتر بطوله عملوا فيها اداء وكانوا قريبين من حسم اللقب، وكلامي هنا عن يورو 2020 اللي كان بيتلعب على ارضهم ووسط جمهورهم. فتعالى لي بقى عشان اعرفك عملوا ايه في البطوله دي. مبدئيا كده انجلترا وقعت في المجموعه الرابعه مع كرواتيا واسكتلندا والتشيك، والماتش الاولاني كان مع كرواتيا وخلص بالعافيه 1-0.
وفي الجوله الثانيه لعبوا قدام اسكتلندا والماتش خلص تعادل سلبي، وفي الجوله الثالثه لعبوا قدام التشيك وكسبوا بنتيجه 1-0. Looking to tease the Czech defense, does that, and is headed in by Lames. وصعدوا كأول مجموعة. وفي مراحل خروج المغلوب دور ال16 وقعوا قدام ألمانيا، والماتش كان رايح جاي بين الطرفين وكل طرف كان قادر إن هو يهدد التاني، بس إنجلترا بتكون هي صاحبة الحسم وبتخلص الماتش بنتيجة 2-0. Turkey enough. Kane. Grealish. Shaw across for Sterling. And now Grealish. Grealish in. عشان يوصلوا دور الثمانية ويلعبوا قدام اوكرانيا، والماتش خلص بنتيجة 4-0، ودي المباراة الوحيدة اللي فعلا لعبوا فيها كورة بجد. وبعد دور الثمانية هيوصلوا لنص النهائي قدام الدنمارك. الماتش كان مقفل من الطرفين وكل طرف كان بيلعب على الدفاع، والماتش خلص في الوقت الأصلي 1-1 عشان تبدأ الأشواط الإضافية اللي مش هيحصل فيها أي حاجة جديدة، نفس الدفاع من الطرفين لحد ما إنجلترا هيجيلها ضربة جزاء مشكوك فيها شوية، وإلى يومنا ده عليها جدل كبير هل هي ضربة جزاء ولا لا. Taking on Mæhle. Getting the better of Mæhle. Still going. Sterling, he's gone down. That was given an England penalty. بس على العموم انجلترا بتحسب لها ضربة الجزاء وبتسجلها علشان يوصلوا للنهائي قدام ايطاليا. عشان النهائي يبدا وانجلترا بتبدا بضغط عالي وهجوم شرس عشان يقدروا ان هم يسجلوا جون في اول دقيقتين. Charging past Trippier. It's Trippier who'll cross and it's Luke Shaw. وبمجرد ما هيجيبوا الجون هيرجعوا يلعبوا على الدفاع ويسيبوا الكرة لايطاليا، وطول الماتش ايطاليا بتحاول لحد ما هنوصل للدقيقة 67 وهيقدروا ان هم يجيبوا التعادل. Bonucci trying to find some space. It's flicked across. This is a problem and it is in. Italy on level and it is Bonucci. وبعد التعادل الماتش بيفضل مكمل على ما هو 1-1 لحد ما هيوصلوا لضربات الجزاء، وهنا بتوصل العقدة اللي انا كنت كلمتك عنها. And Berardi. And Pickford saves. Scores. Under Bonucci. And Rashford has missed. Bernardeschi. And he's saved by Donnarumma. Pickford is down to stop him. England are still up. It's saved by Donnarumma. And it's Italy who are the champions of Europe. يعني حتى البطولة اللي كانت على أرضهم ووسط جماهيرهم ما قدروش إن هم يجيبوها. صدقتني بقى لما قلت لك إن المنتخب ده على الله؟ الكلام اللي اتقال واتكرر على مدار السنين ان منتخب انجلترا ومنتخب الاسود الثلاثه وبعبع القاره وان اجيالهم دايما هي الاقوى والاحق باي بطوله كلام هري في هري واتبنى بقوه الاعلام مش بالواقع. الاعلام الانجليزي قدروا ان يحول جيل كويس لجيل ذهبي ملوش مثيل، ويحول الخروج من ربع النهائي لملحمه دراميه، ويقنعك ان منتخب ما عندوش غير بطوله يتيمه ان هو ده الكبير. بس لما تبص للموضوع بعيون فاهمه كوره هتلاقي ان الفرق شاسع ما بين المنظره وشخصيه البطل. هتلاقي ان منتخبات تانية زي البرازيل، المانيا، ايطاليا او فرنسا بيمتلكوا اللي انجلترا دايما بتفتقده، العقليه والثبات الانفعالي، وتاريخ مبني على انجازات حقيقيه مش انجازات وهميه. يمكن الفرق الحقيقي مش في الملعب على قد ما هو في الحكايه اللي بتتحكي. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، واهم حاجه ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو مش عامل. سلام.